الخطيب. الف الف مبروك كابتن خطيب. الحمد لله يا كابتن احمد، ربنا يبارك فيك وبشكر الناس كلها الحقيقه، لان انا المشاعر اللي شفتها النهارده من الناس نعم ومن الجمهور من اعضاء النادي الحقيقه خلتني ابقى الواحد يعني المسؤوليه بقت كبيره جدا جدا. الحمد لله رب العالمين، وبشكر كل اللي حضروا، بتاسف لهم كمان، بتاسف لهم على الزحمه اللي كانت فيها، بتاسف عدم انه يكون هناك سيوله شويه في الحاجات دي. ان شاء الله دوت هندعي جدا باللي جاي باذن الله، لكن بشكرك وبشكر كل الناس وربنا يوفق يا رب. بقت مسؤوليه كبيره جدا جدا، ان شاء الله ربنا يقدرنا ويبقى في خير للنادي. يعني ربنا ان شاء الله يعني يكون في خير للنادي والجمهور والاعضاء باذن الله. كابتن محمود الخطيب، هل توقعت هذا الحضور الكبير اللي اقترب من 40,000 وحوالي 4000 لم يتمكنوا من التصويت؟ انا الاول يعني مش عايز اتقابل معاك عشان الناس يبقى انا عارف انك مرهق. انا توقعت. نعم انا توقعت دوت من الشارع، ما بالش وانا ماشي في العربيات الناس بتوقفني، التاكسيات بتوقفني، مش عايز اقول لك الاتوبيسات، الاعضاء كمان وعاملين يعني طريقه مقابلتهم ان انا موجود في النادي، طريقه مقابلتهم، طريقه استنتهم، حسيتني ان لا، الناس عندها حرص شديد، كلهم يشاركوا في رسم مستقبل نجمين، واعتقد ده اللي حصل. واتمنى باذن الله ان احنا نكون يعني عند حسن الظن الناس، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى نضيف حاجه جديده ان شاء الله. كابتن خطيب، نجاح القائمه بالكامل اعتقد يحملك مسؤوليه كبيره امام اعضاء الجمعيه العموميه الذين لم يضعوا ثقتهم فيك بس بل في قائمتك بالكامل يا كابتن محمود. لا يا كابتن احمد، انا خلي بالك، انت اول واحد يكلمني انا لسه ما اعرفش النتيجه، خلي بالك. نعم. لغايه دلوقتي انا ما اعرفش ايه اللي حصل وما اعرفش النتيجه. نعم. انا رحت نقول كمان ساعتين كده لان تعبان شويه، فلسه صحيت الناس بيقولوا الحمد لله ان في تقدم. نعم. لكن لسه مش عارف الحقيقه النتيجه بالكامل، فدي اذا كانت بتطلب بالكامل دي مسؤوليه اكبر. نعم. احنا طلبنا حاجه والناس ادتها لنا. نعم. يبقى احنا عايزين ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس، وكل واحد بقى يشتغل بجد عشان خاطر نجيب. وطبعا بشكر جدا المجلس الاداره السابق. عايز اسالك كلمتك اللي عايز تقولها للمهندس محمود طاهر ومجلس ادارته. بشكره جدا هو وكل اللي اعضاء المجلس، انه ما حدش فيهم كلهم يعني حاول يخدم النادي بجهد كبير جدا. بشكرهم، واحنا كلنا بنكمل بعض، وما حدش فينا بيعمل حاجه لوحده، كلنا بنبني كلنا احنا متواصلين. يعني النادي الاهلي من 1907 في تواصل. نعم. ان شاء الله نتواصل بعضهم ونحاول نكمل الحاجات اللي فاتوها، ونحاول نجيب حاجات اخرى وتيجي بعدين نكمل تدريب حاجات اخرى ان شاء الله. كابتن خطيب، مش عايز اتعبك، معلش فاضل سؤالين. تتعهد بتنفيذ برنامجك الانتخابي بالكامل اللي طرحته؟ طبعا احنا مش ممكن نقول حاجه لما كنا واثقين هتقول لنا نقدر نعملها. ولو في اي حاجه احنا عشان حتى كنا نحط مواعيد. نعم. ونحط الدكان ده بعد اصدار تراخيص او حاجه. نعم. فلازم هنبقى واضحه جدا مع الناس وصراحه جدا مع الناس في اي بند في البرنامج. لازم نكون واضحين ان احنا بنحاول نهدي الناس، واذا تعذر اي شيء لازم نقول الناس ليه. البعض متخوف ان يكون هناك تصفيه حسابات لبعض اللي كانوا معارضين للكابتن محمود الخطيب. احنا النادي الاهلي يا احمد، انت عارف يعني النادي الاهلي انا كان النادي الاهلي عنده ولاء وانتماء للنادي الاهلي، ثم كمان عنده الكفاءه كمان. نعم. بالعكس ده يفيد جدا يعني. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها دراسه الفتره اللي جايه. انا مش قادر اتكلم، لازم اقعد على المجلس الاداره. نعم. احنا بندرس كل الاوضاع اللي موجوده، احنا بقالنا فتره في التدريب. نعم. هندرس كل الاوضاع موجوده ثم ناخد قرار في النادي. لكن تصفيح حسابات ومش عارف الكلام ده مش النادي الاهلي. ده مش النادي الاهلي. لا مساس بفريق الكره ولا بالجهاز الفني يا كابتن محمود؟ مفيش حاجه خالص، بيقول لك لازم كل ده في دراسه، انت بتستنيش كمان. نعم. في دراسه لكل الاوضاع، انت بعيد بقالك فتره. لازم تدرس كل الاوضاع، تاخد لك مثلا شهرين ثلاثه تدرس كل حاجه. نعم. لما تيجي تاخد قرار ان شاء الله واسس باذن الله. كابتن محمود الخطيب، هتتوجه امتى للنادي الاهلي؟ هتتوجه بعد قد ايه للنادي الاهلي؟ والله انا كلمني دلوقتي كابتن مصطفى عبده. نعم. اي واحد يعني كلمني. نعم. وانا بشكره جدا لان انا يعني حقيقه في شفت ناس يعني حاجه من الملاعب اللي اسعدتني. نعم. وحاجه خلتني احس بالاشعريره بتاعت جو الملاعب والكوره والهداف بتاعت الجمهور. لما لقيت لعيبه الكوره كلهم واقفين، مصطفى عبده ومصطفى يونس ومختار وعامر
يوسف، يعني مش عايز انسى حد، عادل عبد الرحمن، نعم، محمد محمد رمضان، رمضان، نعم، محمد رمضان، دي كلها ايمن شوقي، ايمن شوقي جالك من ايمن امريكا. شوقي من امريكا. حسام غالي يقول لك جالك مش عايز انسى حد، حسام غالي حسام جالك من غالي لقيته واقف السعوديه. فوق، نعم، نعم، حسام لقيته واقف فوق كتابي يعني. نعم. فلما لقيت اللعيبه نفسها هي اللي بتهدف، مم. انا الحقيقه تاثرت جدا جدا يعني، زمايل العمر يعني، وزمايل الملاعب، وهم متحمسين بالشكل ده. ده شيء بيطمني جدا على النادي ان شاء الله يعني. باذن الله. معلش انا مش قادر يا احمد بقى. معلش حبيبي، كابتن بشكرك وبشكر الناس عندكم، متشكر جدا. صدى البلد كلها بتهنيك، والحاج محمد ابو العينين فعلا بيهنيك وبيشكرك انا بشكرك جدا، وانا كلمت قبل كده كمان. نعم، شكرت، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. بشكرك. النجم الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في اول تصريح له بعد نجاحه في انتخابات النادي الاهلي وتنصيبه رئيسا للنادي الاهلي. محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي. نرجع تاني الكفراوي ومحمد الضماطي واخيرا جوهر نبيل. اما اعضاء تحت السن فقد نجح محمد جمال الجرحي، محمد سراج ومهند مجدي. قائمة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة الكروية تكتسح انتخابات النادي الأهلي وتفوز بكل المقاعد في أمر لم يكن متوقعا على الإطلاق. يعني البعض كان بيقول إنه من الممكن إنه واحد أو اتنين ينجحوا من فوق السن أو حد من تحت السن، ولكن جاء اسم محمود الخطيب ليؤكد أنه يظل الأيقونة الكروية المصرية المتحركة رغم اعتزاله منذ ما يقرب من 30 عاما، إلا أنه يظل النجم الأول في سماء الرياضة المصرية وسماء كرة القدم المصرية بعد حرب ضروس ومعركة شرسة خاضها محمود الخطيب وخضناها معه كصدى البلد. هذه القناة التي تحملت بمفردها عبء مساندة كابتن محمود الخطيب وقائمته، هذه القناة بقيادة السيد الفاضل محمد أبو العينين والسيدة الفاضلة إلهام أبو الفتح والصديق العزيز عمرو الخياط وزميلنا العزيز محمد الفقي والزميل الجديد العزيز عماد ربيع، بالإضافة إلى كل فريق العمل. لهم منا كل التحية وكل الشكر وكل التقدير. وزميلي العزيز أحمد موسى اللي حمل أيضا على عاتقه مساندة الكابتن محمود الخطيب وقائمته. تبنينا القصة وتبنينا القضية، وفي النهاية نجحنا من فضل الله سبحانه وتعالى رغم الهجوم الشرس ورغم الخروج عن النص من البعض، ولكنه هؤلاء هم رجال وسيدات ويعني العظماء في قناة صدى البلد الذين وبمفردهم تحملوا عبء هذه المعركة. إن جاز لنا أن نقول هذه المباراة الانتخابية. كابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات يحمل على كتفيه أحلام وآمال الجماهير الأهلوية في كل مكان. كابتن محمود الخطيب بما قدمه من برنامج انتخابي ومن دماثة خلق خلال المعركة الانتخابية أو المباراة الانتخابية يعود مرة أخرى بعد غياب اقترب من 4 سنوات، يعود رئيسا للنادي الأهلي، وهو المكان والمكانة التي استحقها الكابتن محمود الخطيب عن جدارة وعن استحقاق. هيكون معانا على الهواء مباشرة زملائنا من أمام النادي الأهلي أو من داخل النادي الأهلي. هيكون معانا وليد عبد السلام، هيكون معانا مدحت السيد، هيكون معانا أسامة إمام في تغطية حية، وهيكون معانا كمان أيضا بعضا من كواليس هذه الانتخابات التي عشتها طوال اليوم منذ بدايتها وحتى نهايتها. محمود الخطيب هذا النجم الذي قدم الكثير لكرة القدم المصرية كلاعبا، محمود الخطيب الذي قدم الكثير للنادي الأهلي كلاعبا ومشرفا على الكرة وعضوا لمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ورئيسا للمكتب التنفيذي. ها هو يعود من جديد رئيسا للنادي الأهلي في المكان الذي استحقه ويستحقه منذ زمن ليس بالقصير. كل الشكر وكل التحية للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، والذي تحمل المسؤولية بشرف وأمانة خلال الفترة السابقة وقدم كل ما لديه من فكر ومن إمكانيات
وحاز على ثقة الكثيرين من أعضاء النادي الأهلي، لأنه حاز على حوالي 14600 صوت. الخطيب أو محمود الخطيب تجاوز رقم 20000 صوت، وبالتالي الحقيقة محمود الخطيب في هذه المنافسة وفي هذه المباراة الشرسة جدا 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 يؤكد أنه يظل هو رمز للأهلاوية، وهو رمز الجماهير الأهلي، وهو رمز الأعضاء النادي الأهلي، ويؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه النجم الأكبر، الكابتن والأسطورة الكروية.